والله شيء يحزن. والله شيء يحزن بجد. في أيام بس، أيام، كام يوم، أكاونت يبقى فيه 1,600,000 متابع لمجرد إن واحدة طلعت رقصت وبينت شوية من حتة تافهة من جسمها. كل الفيديوهات كل الفيديوهات على الأكاونت بتاعها مشاهدات مهولة. أنا زيكم، بتفرج على تيك توك، بعمل سكرول، بتفرج على فيديوهات عادي. بس قابلت كذا حد بيتكلم عن الموضوع ده، قابلت ولقيت في السيرش اصلا، يعني موجود في السيرش الاسم رورو البلد. ايه يا جماعه الاسم ده؟ فقابلتني، فبص الاقي يعني الفيديو قابلني بالصدفه كمان، يعني حتى سبحان الله انا ما دورتش، انا ما بهتمش قوي بالموضوع ده، بس قابلني. فلقيت الفيديو عامل لايكات مهوله. دخلت الاكونت، ابص الاقي 1,600,000 متابع، ولايكس بقى للفيديوهات مهوله، وعدد مشاهدات للفيديوهات من مليون لسبعة تمانية مليون لعشرة مليون. ايه الارقام دي؟ وكل ده في كام يوم؟ يعني انا مش، هو الاكونت من زمان، اوكي مفيش مشكله، بس كل اللي بيتكلم يقول لك الكلام ده كله في كام يوم، كام يوم بس، كام يوم الموضوع الاكونت انتشر بطريقه كده، وهي البت بدات تحط فيديوهات ورا بعض، ترقعها ورا بعض بالمنظر اللي هي عاملاه. انا والله خايف بجد على عيالنا. ايه اللي بيحصل ده يا جماعه؟ يعني عيالنا طول النهار ماسكين تليفونات ويتفرجوا على حاجات احنا مش عارفين بيتفرجوا عليها. والمشكلة إن انتوا اللي بتدوهم الفرصة لكده، انتوا بتعملوا متابعات لناس، بتشهروا ناس، بتخلوا فيديوهاتهم تبقى ترند، في أي حد يشوفها بتعدي على أي حد بالصدفة، طبعا أي حد خلاص ده ترند. حرام عليكم اللي بتعملوه فينا وفي عيالنا وفي نفسكم بجد. انتوا بتشهروا ناس ما تستاهلش، وفي الآخر بترجعوا تتضايقوا وتزعلوا وتعيطوا وتقولوا الناس دي مشهورة ليه وبيكسبوا ليه واحنا مش عارف والله. عيب. بطلوا تعملوا متابعات ولايكات بطلوا تعملوا للناس دي قيمة، بطلوا تعملوا للناس دي قيمة، مش كده؟